ومحمد بالحاج ما كان محمد مش كلها قادها بنفسه، حتى محمد بالحاج كان عنده شبكه يعني تشتغل يقودها، وكل مره قلت لك كان يروح هو بنفسه ولا يروحوا يعني الناس اللي مفوضهم باش يمشوا يعني مع الادله ومع عرافين وكشافين الطرق، لان مش كلهم مناضلين، كان اللي يخدم كان بالدراهم باش يروح يعني خدام باش يروح مع محمد بالحاج، ولا الانسان باش يفوض محمد بالحاج باش يروح خدامه مثلا، هذا ادله الطريق يعني. محمد بالحاج كان هو المحور او هو العقده او هو كان يمشي غادي باش هو شو نقولوا يا سيدي، هو الاساس، هو المحور، هو الرجل المحور. يروح غادي لليبيا لان كاين مراكز، كون غادي مراكز في ليبيا، قبائل ثاني يعرفهم يعني قلنا بحكم الاتصالات، بحكم حتى التجاره اللي كانت يعني قبل، قلنا يستغل كل علاقاته، كل علاقات. كاين قلت لك مراكز سواء في نالوت، في سناون، في غدامس، الى غايه يعني بنغازي، يعني كانت مجموعات كانت تخدم حتى ثم. وهذه مراكز التجميع الحدوديه، نقولوا نالوت، كنقولوا يعني سناون، كنقولوا غدامس، ومن ثم باش يدخل بالتراب الجزائري قلت لك سواء مباشر او سواء عن طريق الجنوب التونسي. العمليه هذه كانت عده رحلات بدايه من 47، كاين كما كنت نحكي لك اللي قادها محمد بالحاج بنفسه او من كلفه محمد بالحاج، وربما يعني او امامي الجدول نعطوا يعني تفضل بكل سرور القافله الاولى يعني رقميا يعني مثلا في عام 47 سنه 46 كاين حوالي 5 قوافل، وكل قافله يعني ما بين فيها 103 قطاع وكان فيها 5 قطاع. هذا عام 47 مجموع يعني جابته القوافل عام 47 344 قطعه سلاح و10,000 خرطوشه. عام 47 هذا عام 47 هذا الجي عام 47 وحده 344 قطعه سلاح. هذا الشيء اللي احصيته من خلال الشهادات الحيه، لان الوثائق ما كانش وثيقه، لان الامر كان يتم في غايه السريه، ما تلقاش حاجه مكتوبه يعني في الامور هذه وين، خاصه وان كانت في فتره حرجه جدا جدا جدا. فرنسا كانت موجوده في الجزائر، وكانت موجوده في تونس، وكانت موجوده في الجنوب الليبي الفتره هذه وين، وبالتالي لا ضرب من الخيال انك باش تقوم بعمليه صعوبه كبيره. نعم في الوقت هذا وين. قلت لك هذا عام 47 344 قطعه و10,000 خرطوشه مع كميه اخرى يعني غير محدده، مجموع ثلاث قوافل. باهي كاين قافله قاد الرحله محمد بالحاج، الثانيه كيف محمد بالحاج، اخرى فيها احمد غريسي والعربي عشوش. هذين استطعت يعني نحصيهم ونتوصل يعني اللي جابوا يعني مجموع كل هاي نفس العدد كان سنه 48 948. الان ديما مواصلين دائما 344 قطعه وحوالي يعني 6000 خرطوش ذخيره حيه. نعم. هذا بالنسبه قلت لك سنه 47 48. من بعد تتناقص العمليه، مش يبقى يعني نفس هذا قلنا 47 و8 عام 49 290 قطعه 290 قطعه سلاح، إضافة إلى كمية أخرى غير محددة وأكثر من 5000 كرتوشة. وفي المدة هذه ثاني يقول حوالي 1000 سكين عسكري يعني. نعم. بونيار ولا يسمون فيه 1000 قطعة من السكاكين. كنا عام 49 290 قطعة، عام 50 33 قطعة. باهي عام 49 كيف نلقوا سعد بن محمد الكبير عشوش، محمد بالحاج والصادق زواري، قادة القوافل. كاين قافلة جابها تونسي أحمد بن شرف الدين الغريبي، وكاين قافلة جابها يعني الكونشين ليبي، معناها ما كانوش
كان الجزائريين حسب الظروف حسب الظروف. قلت لك عام 50 33 قطعة سلاح. عام 51 كيف كان محمد بالحاج وزواري الصادق 80 قطعة و2000 خرطوش. عام 52 الهاشمي رداد، هاشمي مات الله يرحمه المدة الأخيرة يعني الله يرحمه. وكما زواري الصادق شهادة سجلتها بنفسي وموجودة يعني لحد الآن شريطة في متحف المجاهد. كيف عم الهاشمي رداد الله يرحمه نفس الشيء، الشهادة موجودة في متحف المجاهد، يعني هو اللي يحكي بنفسه يعني معناها من أراد يواصل أكثر يواصل. بارك الله فيك. عام 52 قلت عام الهاشمي من 52 53 ل 54 حتى ال 54 وهو اللي كان يجيب بالقوافل هذه وين 112 انقطع. هذا عام 52. عام 53 157 قطعة سلاح. عام 54 153 قطعة سلاح. ما مجموعه هذه وين من 47 حتى ل 54 1513 قطعة على الأقل تقدير. هذا يقولوا هذا الشيء اللي يقول لك من الشهادات الحية من أفواه الناس اللي كانوا يقودوا ولا كانوا مشاركين في القوافل هذه وين. أنا بعد البحث والتقصي والحوار مع المجاهدين مازال قلت لك هذه معظمها قلت لك شهادات حية مسجلة. ضمن الحديث هذا وين 1513 قطعة سلاح متنوعة وكميات أخرى غير محددة و23,000 خرطوشة. هذا الشيء الثاني أو كاين اللي يقول عم الهاشمي يقول لك أرى حوالي كذا سلاح ومشوار ولا ياسر يعني خرطوش مشوار لأن كانت بالغرارة سلاح يجي في صناديق ولا في الغرائر والخرطوش في الغرائر غرارة على ظهور الجمال هات صح. بالإضافة قلت لك هاك الألف يعني الألف موسى هذاك العسكري البوانيا الأنواع نتاع الأسلحة كانت الغالبية العظمى من ستاتي طليان. فيها الماس 36 فيها الموزير كان يقول لهم موزير الشعيرة وموزير الحلقة. هذه أقوى مستاتي الموزيرات. هذا تو 8 إنجليز أو قلنا فيه لأنها كان السلاح الطلياني وكان الألماني وكان الإنجليزي وكان الأمريكي لأن هذول كانوا موجودين وقتها يعني والصراع دار بينهم في الحرب العالمية الثانية. هذه أهم قلت لك كان المهم اللي تم الحديث عنها أنها 300 بدأت الثورة هي الرقم الحقيقي. محمد بوذياف الله يرحمه يذكر 344 قطعة وما تناهى إليها إلا المعلومة الأولى منها القافلة يبدو أنها يعني تاع 47 تاع 47 هذيك الوصلته 344 لكن البقية لك يعني وهذا شيء قديت نوصل له نحصيه اكيد راه ما تلقيتش محمد بالحاج باش يقول لي راه قداش جبت صحيح فهمتني. وصادق زواري مثلا حدثني كان على الجانب اللي يهمه هو كاين عمليات اخرى هو ما على باليش بها لان قلت لك كانت في سريه تامه. كيف عم الهاشمي نفس الشيء كاين عده ثاني. المهم ان محمد بن وزاد جي اجتمع ومجموعة كلها وافقت على جلب السلاح كانت في المستوى وتم تمويل الثورة بالسلاح. طبيعة الحال لأن مش منطقي تو قادة الثورة أو معظمهم شاركوا في الحرب العالمية الثانية وعارفين قيمة السلاح مش باش قال هذا على الجبل بقدومة هي هو بصدور عالية كما يقول لك كان باش تواجه فرنسا لابد من التحضير الجيد. بارك الله فيك.